السوشيال ميديا اليومين دول عاد عامل كده زي سوق الجمعة، حاجة كده مفتوحة على البحري، حاجة بنحط عليها صورنا وأفكارنا ومشاعرنا وأسرارنا ولحد اللوكيشن بتاعنا ولحد عيالنا، حاجة كده امبابليك، حاجة كده مفتوحة على البحري. بقى سهل قوي إن أي حد من أي حتة يدخل يعرف كل حاجة عننا ويعرف مشاكلنا وأفكارنا وأسرارنا وعيالنا وأسرتنا، وبقى واحد مننا وعارف كل حاجة عننا. وده وصلنا لل40% من مستخدمين الانترنت بيتعرضوا للابتزاز الجنسي، وده أقل حاجة. اكتر من 400 حالة اتعرضوا لابتزاز جنسي، وده خلال فترة 5 سنين بس. انت متخيل؟ 97% من البنات تحت سن ال 22 سنة اتعرضوا للابتزاز. المفاجأة بقى ان 90% من الضحايا ما بيبلغوش اصلا، وده عشان ما يفضحوش نفسهم. لا، والكلام ده مش في مصر بس، لا ده في العالم كله. في أمريكا سنة 23 اتقدم 27,000 بلاغ ابتزاز بس. الموضوع ده مش مجرد عيل صايع قاعد في أوضة ضلمة على الكمبيوتر، لا 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 لا، ده الموضوع ده مافيا كبيرة جدا وبيكسبوا من المواضيع ده ملايين. والفيسبوك دلوقتي والسوشيال ميديا بقى هو المصيدة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير القناة عشان تشوف كل جديد. شكرا.